هلو عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قد كده. تعالوا بقى النهارده جايبه لكم وصفه فظيعه تحفه ومنجزه وشيك واقتصاديه وكل حاجه تقوليها. دي بقى نعتبرها مقلوبه. تعالوا نشوف مكوناتها عملناها ازاي. حلوة جدا 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 وكمان اقتصادية. تعالي بقى اقولك ربع كيلو لحمة وبصلتين. تعالوا هبهركم. هنعمل اكلة فظيعة. لو انت عندك ربع كيلو لحمة ومحتارة تعملي بيه ايه غدا الاسرة كاملة، تعالي اقولك يا ست الكل. هتجيبي بصلتين هتفرميهم في الكبة، وهتجيبي ربع كيلو لحمة مفرومة وهتفرميهم فيهم. والوصفة بتاعتنا دي مش هنحط اي توابل كتير عشان ما نغيرش طعم اللحمة ولا طعم الوصفة بتاعتنا. احنا عايزين كده نستطعم بكل حاجة احنا بناكلها فيها. بجد بجد وصفة تحفة تحفة تحفة، عجبت كل اللي دقها. هجيب كده الطاسة عندي، هحط فيها البصل واللحمة المفرومة اللي فرمناهم مع بعض، وبعدين هنحط عليهم معلقة سمن كبيرة، ومش هنحط عليهم اي توابل غير فلفل اسمر وملح، لان انا عايزة طعم اللحمة يكون باين، مفيش توابل تغطي عليه. وبعدين هحطهم على النار عشان يستووا. وهجيب بقى عندي هنا بدنجان. انت الكم ده بتاعك بقى، انت حابة تعملي بطاطس اكتر بدنجان اكتر، الاتنين قد بعض. بس هي الغلطة الوحيدة ان انا ما قطعتش البطاطس شرايح طويلة، قطعتها بالعرض، بس عادي مش مشكلة، كله هيتاكل وهيبقى حلو يعني. وهنا بقى في ربع ساعة بالظبط شغلت العيون بتاع البوتاجاز، وقفت بقى الستات الشاطرة بقى المنجزة بقى. عملت ايه؟ رز بالبصل. وعملت وعين تانية عليها اللحمة بتتعصج، وعين تاني بقلي فيها البطاطس والبدنجان. وبقى حابة ان انتي تحطي فلفل سبايسي حطي، بتبقى تحفة. ولو وصلتي لحد هنا يا ست الكل ولسه بتتابعي الفيديو، ده شرف ليا ويشرفني جدا متابعتك. دوسي لايك كده من قلبك وقوليلي من اي مكان بتتابعيني. هنا بقى كنت بسوي الرز، حطيتلوش برضو غير فلفل اسمر وملح. يعني النهارده مفيش اي توابل ولا اي افتكاسات، اكله سهله بسيطه مسرعه منقذه موفره، كل اللي تقوليه قوليه، وتحفه تحفه تحفه. وانتظروا مني كل وصفات سهله وبسيطه ولذيذه، ومش وصفات بس، لا، ده احنا هننزل مع بعض كل حاجه عليها سيل، كل حاجه البيت تقدري تستفيدي منها في البيت. وهنا جبت بقى صينيه، اي صينيه مدوره عندك، وتبداي ترصي بقى كده يا ست الكل. انا بعد ما رصيت كده قلت لا، احط شويه بطاطس وشويه بدنجان، عشان واحنا بناكل الاقي البطاطس مع البدنجان. وبدات ان انا ارصهم كده زي ما انتوا شايفين، واحط الرز في الجناب علشان يدي شكل جمالي، والواحد بياكل يلاقي كل المزيج ده خليط ده مع بعضه كده، ما ياكلش حاجة وحاجة، لا، كله كان بيجي في القطعة، واللي بياخد قطعة منها كانت خلاص قفلت معاه من جمالها ومن طعماتها ومن دسمتها. كانت تحفة بجد. اللي مش هيجرب الوصفة دي هيفوتوا كتير جدا. منجزة موفرة لذيذة، كل 3 في واحد، فظيعة حلوة جدا جدا جدا. طبعا انتوا كنتوا وحشيني قوي قوي قوي، فكنت لازم اجيلكم بحاجة جامدة كده وسريعة. وزي ما انتوا واخدين على الاكلات ان احنا اصلا بنعمل اكلات موفرة، فانا رحت بقى حطيت ربع كيلو اللحمة زي ما انتوا شايفين كده في النص، وبدأت ان انا اقفل عليه بالجناب كده واضغط عليه كويس. وبعد ما ضغطته كده هبدأ ان انا اقلبه بقى في صينية. قولوا عليها بقى مقلوبة، قولوا عليها خلطبيطة، قولوا عليها اللي تقولوا، المهم ان هي كانت تحفة وطعمها رهيب رهيب رهيب. لازم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. وانتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتم مع سارة في وصفات سارة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.